هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. طلع لكم في فيديو كده على السريع. امبارح شفت حاجه فقلت اقول لكم عليها علشان ناخد بالنا كلنا ونبقى واعيين وفاهمين ايه اللي بيحصل حوالينا معانا او سواء كان مع اولادنا. لما انا جيت هنا البلد اوكي، كان في كتير قوي بيقولوا لي استخدمي ابلكيشن دولينجو. ده ابلكيشن علشان خاطر الواحد يشتغل على اللغه بتاعته ويقوي اللغه الانجليش وكده يعني. فانا قمت نزلت الابلكيشن واشتغلت فيه شويه، وبعدين بصراحه حسيت ان هو ابلكيشن عقيم خالص، وان هو مستواه يعني قليل قوي قوي، يعني بيعامل اطفال في KG مثلا، مش حد عايز يشتغل على نفسه عشان يكون مور بيتر يعني نيفر. المهم فبطلت استخدمه فترة طويلة جدا يعني سنين اوكي. وبعدين في خلال الفترة اللي انا مش بستخدمه فيها دي، ناس كتيرة قوي كنت بسمع ان يقولك لا الابلكيشن كويس، ناس كانت اللغة بتاعتهم ممتازة يقولك احنا بنتعامل عليه بنشتغل عليه، ساعدنا كتير. فقلت طب تمام، يعني كنت بسمع وما باخدش اي اكشن لحد ما جيت من فترة مثلا من حوالي اسابيع كده، قلت ابدأ ان انا افتح الابليكيشن. يمكن اكون في حاجة انا ما كنتش واخدة بالي منها او انا مش شايفاها يعني، واشوف ايه اللي بيحصل يعني، وممكن استفاد منه، او حتى لو انا مش هستفاد على الاقل يعني بدل ما اضيع وقتي في لعبة او في بتصفح اي موقع من مواقع السوشيال ميديا، استخدمه في حاجة مفيدة وخلاص. المهم ايه، فبدأت اشتغل على الابليكيشن ان انا افتح اخد كل يوم مثلا 2-3 وخلاص وتمام مفيش مشكلة. هو بيقعد بقى يبعت لي نوتيفيكيشن انت ما دخلتيش النهارده، يلا ادخلي يلا، فيعني اللي هو في ايه مش كده يعني، بس ما علينا. اوقات كنت فعلا بدخل، اوقات بقى اجنور النوتيفيكيشن يعني على حسب انا وقتها ظروفي ايه. المهم فبعدين ايه، امبارح على غير العاده وانا فاتحاه لقيته جايب لي هو كان بيتكلم على الاشغال، يعني هو يقول مثلا ليسا is a teacher او nurse او what ever بقى الشغلانه اللي هي او محاميه. المهم فبعدين it's okay جميل. على طول البارت اللي بعدها جاب لي اني واحد جايب واحد وبيقول عليه my husband، يعني هما اتنين رجاله بيقول لي ده my husband بيشتغل مدرس او معلم يعني. فبعدين بصيت لا هو اكيد في حاجه غلط. المهم فلقيته بيكرر في الحاجات دي وبيزيد في الحاجات دي. فلو ده ابلكيشن عشان للاطفال بيقوي اللغه بتاعتهم او بيعلمهم او كده، تخيلوا ان انتم مدين ابنكم تابلت او تليفون او وات ايفر اوكي عشان يشتغل عليه يتعلم حاجه، فيقوم متعلم حاجه تانية خالص يعني. فاللي هو ده مش صح. انا لما شفت ده بصراحه ما عجبنيش، وقلت ان انا اطلع اقول لكم، وانا واخده سكرين شوت من الابلكيشن ذات نفسه علشان خاطر كلنا نبقى عارفين ايه اللي بيحصل. ده حاجه، وتاني حاجه اللي مش عارف الابلكيشن يعرفه. وانا يعني تقريبا يمكن في ناس كتيره قوي عارفه الابلكيشن كويس قوي. فانا هنزل لكم السكرين شوت دلوقتي، يعني هحطها لكم اعملها اد على الفيديو او هحطها لكم في الاخر. بجد حاجه يعني محزنه قوي 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 ان احنا عمالين نحافظ على اولادنا ونحاول ان احنا نقول لهم القيم والعادات اللي احنا مقتنعين بيها ومتربيين عليها، وهم بيدسوا السم في العسل في اي حاجه يعني، سواء كان في ابلكيشن، سواء كان في جيم، سواء كان في فيلم او اي حاجه. هم ما بيصدقوا يعني. طب ليه يعني؟ ليه يعني احنا خلينا نبقى ماشيين على المألوف يعني، ايا كان الدين ايه او الثقافه ايه او الوضع ايه. مفيش حد بيقول ان احنا نمشي عكس الطبيعه، مفيش حد بيقول ان احنا نمشي عكس كلام
كلام ربنا يعني خالص خالص. يعني ليه احنا بناخد الحاجة اللي ربنا خلقنا عليها بوضعها الجميل الحلو اللي السوي وبنحاول ان احنا نغير فيها؟ ليه؟ يعني ده هيفيد مين وعشان ايه وليه؟ يعني عامة whatever يعني. بس بجد خلوا بالكم من اولادكم ومن الحاجات اللي هم بيلعبوا عليها على التليفونات او الحاجات اللي هم بيتفرجوا عليها على التلفزيون او اي حاجة. بجد خلوا بالكم، اوقات كتيرة قوي بنبقى احنا شايفين ان دي حاجة كويسة بس لا. يعني انا عن نفسي بامانة لا يمكن خالص كنت يخطر في بالي ان ابليكيشن بالشكل ده هيجيب لي حاجه زي كده. وعلى فكره عايزه اقول لكم كمان بصوا للمناهج بتاعت اولادكم في المدرسه علشان خاطر اوقات بيبقى فيها حاجات زي كده في المناهج ذات نفسها، سواء حتى كنتوا في مصر او في اي بلد. مش لازم نقول ان احنا اصل لا البلد اللي فيها، لا دلوقتي بقى في مدارس معينه في مصر واكتشفوا ان في المناهج بتاعتهم بيبقى في حاجات زي كده. فانتوا لازم بجد تخلوا بالكم علشان خاطر يعني اولادكم. احنا ما عندناش حاجه في الدنيا اغلى منهم. يعني اذا كان اي حد بيبذل مجهود سواء كان كبير او مش كبير، فاحنا بنعمل ده عشان خاطر اولادنا وعشان خاطر ان احنا عايزين نشوفهم احسن مننا واحسن من اي حد في الدنيا. فبجد خلوا بالكم جدا جدا جدا، وربنا فعلا بجد يحافظ علينا وعلى اولادنا في كل مكان وفي كل زمان. اسفه ان انا يعني الفيديو كده، يعني انا مش طالعه اخدكم خالص بجد، بس انا طالعه اقول لكم خلوا بالكم من كل حاجه ومن اي حاجه، ولازم تتابعوا اولادكم طول الوقت طول الوقت طول الوقت. لو انتوا بتشوفوني اول مره ما تنسوش تدعموا المحتوى بتاعي لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل علشان خاطر يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. ولو انتم متابعيني ما تنسوش تسيبوا لي رايكم في الكومنتات وتعملوا لي لايك. ولو ليكم اي سؤال او اي حاجه سيبوها وانا بجد هرد عليها على قد ما اقدر. والناس اللي بتشتكي ان انا اوقات مش برد على الكومنتات بتاعتهم اي ام سوري، ممكن اكون مش بشوفها، بس بجد انا لما بشوف اي كومنت ببقى مهتمه جدا ان انا ارد عليه. وفي ناس كتير قوي عارفه الكلام ده وبرد عليهم وبنتكلم في كومنتات كتير. اوكي دلوقتي اقول لكم باي باي وانتظروني فيديوهات كتير اتمنى ان هي تعجبكم. باي باي.